يا صباح الورد على عيونكم الحلوين، اتمنى تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاعي النهارده. احنا النهارده باذن الله هنعمل حلا بارد. هنعمله بطريقه سهله وبمقادير بسيطه، مش هيكلفنا مقادير كتير ولا وقفه كتير ولا تعب كتير. هو يعني من الحلويات كده السهله اللي تعمليها بسرعه وتحبيها وما تزهقيش منها كمان. بس في البدايه ما تنسيش الاشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني، واللايك الحلو بتاعك والكومنت الحلو اللي هيدعمني عشان اكمل معاكي باذن الله. يعني انا طلب مني حلا بارد، بس انا صراحة يعني لقيت مفيش اسهل من اللوتس اني اعمله، لانه يعني موجود في اماكن كتير وناس كتير عارفاه. بس انتي ممكن تعمليه من غير لوتس، ممكن باي بسكويت سادة عندك تعمليه مفيش مشكلة. ولو حبيتي تعمليه بسكويت شوكولاتة هتشيلي اللوتس وتحطي نوتيلا، هتشيلي زبدة اللوتس وتحطي نوتيلا وهتبقى تحفة برضو. يلا ندخل ونشوف مقاديرنا ونشوف هنحتاج ايه. في البداية كده هتكوني مجهزة كريمة الخفق بتاعتك، وطبعا تكون ساقعة وتحطيها شوية في الفريزر. واي نوع جبنة كريمي انتي بتحبي تتعاملي بيه مفيش مشكلة. وطبعا زبدة اللوتس في نوعين منها، في نوع خشن ونوع ناعم، انا عايزة النوع الناعم مش عايزة النوع الخشن. اوكي، ده زبدة اللوتس. وطبعا السكر بتاعك يعني. طبعا السكر حطيه حسب ما تحبي، انا ما بحبش السكر الكتير فحطيت معلقتين. ممكن تشيليه خالص، ممكن تحطي اكتر زي ما انتي حابه، بس معلقتين يعتبر مظبوط. وطبعا بسكويت لوتس هتبقي محتاجاه طبعا. نجهز بقى حاجاتنا ونجيب الكريمه عشان نبدأ نضربها. انا بحب احط دايما على الكريمه آه يعني معلقه فانيليا صغيره، بتدي طعم كده وريحه حلوه ليها. وكمان بحب احط عليها ظرف كريمه، ظرف كريمه اللي هي البودره. بس انا للاسف ما ظهرش في التصوير يعني، بس هوريهولكوا في الاخر. برضو بيديها طعم حلو قوي. ونبدأ بقى نضرب كويس جدا لحد ما كريمها ما قوامها يبقى كريمي زي ما احنا حابين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، خلاص حلو قوي. انا بقى ده ظرف الدريم ويب اللي انا حطيته، وللاسف ما ظهرش في التصوير فحبيت اوريهولكوا في الاخر. ده بصوا بيخلي طعم الكريمة تحفة. يعني انا بحطه دايما في اي نوع كريمة، يعني في اي كريمة بعملها للحلويات لازم احط الظرف ده. بعد كده بقى هبدأ اجهز بقية الخليط بتاعي. طبعا دي الجبنة الكريمي، وده السكر، ودي زبدة اللوتس. انا هكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف مظبوطة. احنا هنحطهم مع بعض ونحاول نقلبهم كده شوية مع بعض. بصوا كل حاجة طالعة من التلاجة، يعني كل حاجة بدرجة حرارة الغرفة عشان تقدري تتحكمي فيها وتلفيها بايديكي كويس. هنقعد بقى نقلبهم لحد ما يختلطوا كده مع بعض كويس عشان السكر ما يطرش مني لما استعمل مضرب. واكون طبعا مجهزة مضرب الكهرباء جنبي. وعلى فكرة لو عندك وقت يعني طويل ممكن تقلبي بايديكي مفيش مشكلة، بس انا بختصر يعني. هفضل بقى اضربهم بمضرب الكهرباء زي ما انتوا شايفين كده لحد ما لونها يفتح اكتر. كل ما تضربي شايفين اللون بيفتح ازاي، هيفتح وهيبقى قوامها كريمي. شايفين القوام ده كده حلو جدا، انا عايزاه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فاكرين بقى الكريمه اللي انا ضربتها؟ هجيبها وابدا انزلها بالتدريج كده شويه شويه على زبده اللوتس والجبنه اللي انا ضربتهم مع بعض كلهم، وافضل اقلبهم مع بعض وارجع اخد حبه تانيين واقلب. هفضل اعمل كده لحد ما اخلص كميه الكريمه اللي عندي وما تزهقيش. وفي المرحله دي ما بتقلبيش بمضرب، بتقلبي بالمعلقه بتاعتك باي حاجه انت حابه تقلبي بيها، بس مش بالمضرب. هنبدأ نقلب لحد ما كل الخليط يختلط زي ما انتوا شايفين كده. هتلاقوه بقى قوامه كريمي اكتر، بقى روعة. وطعمه في المرحلة دي حلو، يعني انا كنت بقلب وبدوق بقلب وبدوق. تحفة. كده انا خلاص خلصت الحلة بتاعي، ما فاضلش غير اني ارص المكونات. هجيب صينية وهحط يعني معلقتين كده من الكريمة اللي انا عملتها دي، على اساس ان لما اجي احط البسكويت عليها ما يتحركش، هتثبت لي البسكويت في الصينيه. فانا يا دوبك معلقه خفيفه وهبدا ارص البسكويت بتاعي. طبعا انتي بقى ممكن تحطيها في كوبايات، ممكن تحطيها في صينيه مدوره، في صينيه مربعه، في اي حاجه انتي حابه تحطي فيها اللي عندك اشتغلي بيه مفيش مشكله.
انا عن نفسي بحبها في صواني بايركس او بحبها في كوبايات، تبقى كل فرد يعني على قد فرد واحد، بتبقى حلوة ولذيذة. هبدأ بقى ارص الطبقات بتاعتي. انا كده رصيت تاني طبقة، يعني انا كده رصيت طبقة ودي تاني طبقة. دي اسهل حالة ممكن تعمليها، مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود. ولو حابة تعمليها شوكولاتة، تشيلي البسكويت اللي انتي حطاه دوت وتحطي مكانه بسكويت شوكولاتة. وطبعا هتشيلي زبدة اللوتس وتحطي مكانها نوتيلا او جناش شوكولاتة زي ما انتي حابة، يعني شوكولاتة تسيحيها وتعمليها في البيت. ودي بقى الطبقة التالتة، ودي هتبقى ان شاء الله اخر طبقة. هنرصهم برضو جنب بعض. لو بسكويت اتكسر لو اي حاجة مفيش مشكلة، حطيهم لزقيهم جنب بعض مش هيبانوا هما في الاخر. الطبقات الكريمة اللي بينهم هتخلي البسكويت يطرى، يبقى عامل زي الكيك، فمش هيبقى باين اذا كان في حاجة مكسورة او حاجة سليمة، كله هيتدهر في بعضه. طبعا بقى انتي بايديك الحلوين هتعملي احلى حاجة، مش محتاجة كلام، كفاية بس ان ايدك هتتحط في الاكل بتاعك تخليه تحفة. كده انا خلصتها، هحطها بقى في التلاجة ساعتين تلاتة كده تسقع وتجمد، وبعد كده نطلع نزوقها بقى بمزاجنا. انا عشان هزوقها فجبت ده بسكويت لوتس، انا مكسراه خالص كده فرماه، ودي زبدة لوتس حطيتها كده عشان اعرف اتعامل معاها. طبعا انتي يعني ليكي حرية الاختيار في التزويق بتاعك، مفيش اي مشكلة تزوقيه بالطريقة اللي تعجبك. انا بصراحة كنت بزوقه عشوائي كده وسريع، فبراحتك يعني. انا مش حابة احط زبدة لوتس كتير عشان هي بتسكر قوي، طعمها بيبقى مسكر قوي وانا ما بحبش السكريات العالية، فحبيت احطهم كده يعني زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، واحط بينهم بسكويت على اساس اقلل شوية من كمية السكر. انتي ممكن تحطي الزبدة دي كلها عليها وتغطيها وتحطي على الاطراف بسكويت، تحطي في النص بسكويت، يعني ممكن تشيلي زبدة اللوتس خالص وترشي بسكويت بس. اللي انتي حباه ممكن تعمليه، مفيش مشكلة، على مزاجك اعملي اللي انتي عايزاه. هوريكم بقى شكلها النهائي كده بعد ما خلص. هي شكلها مقبول نوعا ما بس هي طعمها تحفة. ما اقدرش اقول ان الشكل روعة يعني، بس الطعم هو اللي روعة روعة، يعني هيعجبكم جدا. انا بقى هكملها وارجع لكم. بصوا كده انا بعد ما كملتها ده شكلها النهائي. بصوا انا مش عايزه اقول لكم ان هي والله احلى من بتاعه بره، ومقاديرها سهله وبسيطه، ويعني الصينيه دي تعتبر كبيره تكفي عيله كبيره، يعني مش اقل من 6 افراد. تحفه. شايفين شكلها وهي بتطلع فظيعه. عايزه اقول لكم حاجه كمان، كل ما بتبات في التلاجة معاكي بيبقى طعمها احلى، يعني تاني يوم طعمها احلى من اول يوم، وتالت يوم كمان طعمها احلى. دي ممكن تقعد معاكي لحد 5 ايام مش هيجرالها اي حاجه. يا رب اكون كنت خفيفة عليكم وما كنتش تقيلة، واشوفكم في فيديو جديد وفي وصفة جديدة، واقول لكم مع السلامة، هتوحشوني. ولا اله الا الله. واسيبكم بقى مع بقية الوصفة تكملوها، وهستنى رأيكم وكومنتاتكم الحلوة ولايكاتكم على الفيديو. ومع السلامة.